صعبناها على نفسنا في مجموعتنا في دوري ابطال افريقيا بعد اكتساح اورنالدو لاستاد بتجان 3-0 النهارده. وطبعا ويصل رصيده الى 8 نقاط، يتصدر المجموعه، يليه النادي الاهلي 7 نقاط المركز الثاني. المركز الثالث شباب بلوزداد. المركز الرابع استاد بتجان بنقطه وحيده. وهنا عايز اقول لك يا حبيبي اخوك، احنا صعبناها على نفسنا بشكل غريب شويه. اولا كده في حاله ان اورلاندو هيواجه شباب بلوزداد المباراه اللي جايه، وانت هتواجه استاد بتجان خارج الارض. اورلاندو وشباب بلوزداد في حاله مكسب اورلاندو فرصيده هيكون وصل ل 11 نقطه. في حاله ان هو تعادل فرصيده هيكون وصل ل 9 نقاط. في حاله فوز شباب بلوزداد فيكون رصيد شباب بلوزداد وصل ل 9 نقاط. الدنيا دي متلعبكه. انت عندك مباراه خارج الارض ومباراه عندك في القاهره. المباراه الاخيره هتكون امام اورلاندو، واللي هيكون فيها صراع كبير جدا في حاله ان هو لو خسر من شباب بلوزداد. وحتى لو كسب برضه هيكون فيها صراع كبير جدا، لان عايز اقول لك كده ان رونالدو فريق عنيد. انت تعادلت معاه على ارضه بالعافيه. فتخيل بقى انت في القاهره وكان عندك سكواد يعني تمام التمام. دلوقتي عندك بعد اصابه طاهر والمشاكل اللي عندك كده ومشاكل المدرب بتاعك دي، ما تطمنش بشكل كبير. وربنا يستر بقى.